تخيل تكون طفل وتصحى بنص الليل لتشوف قدامك رجال بطول مترين، عيونهم كبار ومكحلين، ويقولوا لك نحن أمامك من الجن. أنا محمد عقيل وما بحكي خرافات قبل النوم، بحكي قصص رعب حقيقية. إذا بتسمع بالليل يمكن ما تنام. أمير صاحب القصة بيقول: أنا اسمي أمير محمد العساف من أبو ظهور، ريف إدلب الشرقي، من قبيلة الحديديين البوشها بالدين، معروفين بإدلب بأهل الجنيات. القصة صارت معي لما كان عمري 7 سنين. كنت نايم بحضن جدي وصحيت وأنا سامع جدي عم يحكي مع حدا بصوت واضح وهو عم يقول: اتركي الولد بحاله، قلت لك اتركيه. وكان في شتيمة وسب وصوت مرة عم ترد عليه. أنا خفت ورحت بسرعة لعند أهلي، قلت لهم شو سمعت وقالوا لي لا تخاف ما في شيء، جده كبر بالعمر. ومرت الأيام ومرت 15 سنة تقريبا، ووالدي قال لي الحقيقة إنه جدي متزوج وحدة من الجن. بعد فترة توفى جدي، وبعدها بفترة قصيرة مات أبوي الساعة 2 بنص الليل. وبنفس الليلة اجوني 3 أشخاص، الواحد منهم طوله أكثر من مترين، عيونهم كبار ولونهم أسود. وقفوا قدامي وقالوا لي بصوت واضح: نحن أمامك من الجن. بيحكي صديقنا وبيقول: أنا هون تجمدت بأرضي وما قدرت أتحرك. وبعدها بأيام صاروا يطلعوا قدامي بين كل فترة وفترة. وبيقول تاني: يشهد الله دار الحديث بيني وبينهم لمدة نصف ساعة كاملة. هون أنا صابني شوية فضول وسألته: احكي لي كيف أشكالهم؟ قال لي: طويلين فوق المترين، أجمل من البشر، عيونهم مطاولة ومكحلين، شكلهم ما شفت مثله بحياتي. وهون أنا سألته: بيأذوكم؟ قال لي: لا أبدا، بس لا يخلو الأمر أنه أحيانا أغراض تختفي وبعد ساعتين ترجع لمكانها. وأضاف وقال: مرة صارت معنا مشكلة كتير كبيرة، أشخاص حلفوا يمين أنه بدهم يآذونا، والجن وقتها وقفوا معنا وما خلوا حدا يقرب مننا. وبيقول التالي: المدينة كلها ما بتقدر تقرب علينا بأي مشكلة. والمفاجأة أصدقائي أنه أخوه الكبير كمان تزوج منهم. تايم بيقول: نحن متعايشين وما منخاف منهم لأنه هذا قدرنا. وآخر شي سألته إذا لهم أي لقب بالمنطقة، قال لي إنه كل أهل المنطقة بيعرفونا باسم آل عساف أهل الجنيات. القصة لليوم ما كانت مرعبة على قد ما كانت غريبة. لأول مرة بحياتي بسمع عن تعايش بين الجن والإنس بنفس البيت. بالنهاية كلامي مو مهم، المهم إني أسمع آرائكم بالتعليقات. راح أثبت لكم تعليق الشاب أول ما يكتب شي بالتعليقات. وكالعادة أصدقائي لا تنسوا تضغطوا منيح لأنه ما بتعرفوا مين بيكشفكم. وإذا طلعت لكم بنص الليل بين الساعة 12 والساعة 4 وجه الصبح لا تنسوا تقروا المعوذات. سلام أصدقائي.